السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا فوتوا العيد بخير وعلى خير. نرجعوا للحياه تاعنا تاع من ظهري. الفطور العشاء اليوم كما راكم تشوفوا خواتاتي، راني جبت لكم القرنطيطه ولا الكران ولا الكرنتيكا، كل واحد واش يقول لها. هنا نبداو بالمقادير اللي هما عندنا 250 غرام حمص مطحون اللي هو القرنطيطه. وهنا خواتاتي راح نخدم معكم بالعبر. كاين بزاف اللي يديروا القرنطيطه وتجيهم سايله، تجيهم ميها، كاين اللي تجيهم خشينه، تجيهم هكا كيما الخبز عاصيه. اليوم راح نعطيها لكم تجي ماي رقيقه ماي خشينه وتجي طريه وكيما يحب الخاطر. هنا نديرو تجيبوا بول تاع شوربه ولا الكاس ولا اللي حبيتو نتوما، مهم العبر اللي تبداو به تكملوا به. عندنا بول حمص مطحون، 4 ما، نفس العبر اللي عبرنا به الحمص هو اللي نعبروا به الماء. عندنا قلنا 1 قرنطيطه واللي هو نورمالمون كيس واحد تاع 250 غرام. عندنا كيس واحد بس عبروا به. عندنا 4 ماء، عندنا ربع الكيلة اللي كيلنا بها زيت، عندنا 2 حبات بيض. وخواتاتي كل ما نضيفوا مكون نخلطوه باش ما يبقاش معنا الحمص المطحون كواري كواري. نديرو مغرف ونص ملح، مغرف صغيره. عندنا شويه فلفل كحل وشويه كمون، وتكثروش الكمون خواتاتي في الخليط لهنا باش ما تطلق لكمش المروريه. هنا كيما راكم تشوفوا كل ما نضيفوا مكون نخلطو، نلاحظوا نخلطوا كلشي مع بعض. هنا نجيبوا السنيوه اللي تدخل الفرن ندهنوها بالزيت، ولازم خواتاتي تدهنوها لازم باش ما تلصقش معكم لتحت. هنا نفرغوا الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا، ماهوش فيه داك الكتل خاطرش خلطنا كلشي مليح. هنا خواتاتي الفرن راني شعلاتو مقبل وراه سخون بزاف. القرنطيطه خواتاتي طيب على السخانه، ما طيبش على النار متوسطه، طيب على نار قويه شويه. هنا بعد ما طابت لنا، هنا طيبناها من تحت، بعد ما حمروا لنا الطرف نطيبوها من الفوق، وكل واحد كيف يحبها. كاين اللي يحبها حمراء اكثر من هكا. هنا دوك نقسم مع خواتاتي تشوفوها سهله ما تديش الوقت، وفطور يوجد ليه كما راكم تشوفوا. شوفوا خواتاتي ماهيش خشينه ماهيش رقيقه وماهيش مطلوقه بزاف وماهيش ثانيك حاكمه روحها كما راكم تشوفوا. هنا نزيدوا لها مغرف هريسه. دائما كي نقولوا القرنطيطه لازم نقولوا الهريسه، هريسه والقازوز كما راكم تشوفوا. نلاحظ والكمون ما ننساوش رشه الكمون من الفوق. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه اللي خيرتها لكم اليوم، وان شاء الله تكون سهله عليكم كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يا رب تجربوها وتنجحوا فيها. هنا تحبوا ثانيك ديروها في الخبز. اللي ما يحبش الهريسه ما يديرش الهريسه. انا اللي عندي يحبوا كامل الهريسه، رغم انهم صغار بصح يحبوا الهريسه كما راكم تشوفوا. شوفوا خواتاتي هنايا لاحظوا كما راكم تشوفوا فيها خواتاتي ماهيش شاده روحها بزاف وماهيش مطلوقه ثم بزاف، تقدروا ترفدوها عادي. شوفوا خواتاتي تعطوا الطفل كيما هكا يفطر ويشرب كاس قازوز ويروح يقرا. لاحظوا خواتاتي ان شاء الله هنايا تكون عجبتكم الوصفه، وما بقى لي غير نقول لكم صح فطوركم. سلام.